السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة بقى باذن الله هنعمل الفخدة الضاني بطريقة جميلة جدا. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. طعم تحفة، مستوية زي الزبدة. عايزة اقول لكم ما شاء الله، هي فصلت اصلا الموزة بتاعتها، فصلت عن الفخدة نفسها او عن العراضة بتاع الفخدة الضاني، ما شاء الله. والسوى ممتاز، والتتبيلة تحفة، ومتشربة كده من التتبيلة، وطعم فوق الوصف، ورائع رائع يا جماعة. والله العظيم الوصفة دي ممتازة. وإن شاء الله هتعرفوا تعملوا الفخدة الضاني أو أي حاجة من اللحمة تحبوا تتبلوها التتبيلة دي وتعملوها بنفس الطريقة. إن شاء الله هتعرفوا التفاصيل في الفيديو بتاع النهاردة. بس إن شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا تنبيهات الجرس للكل، واعملوا بقى كومنت حلو من عندكم. انا بقى ان شاء الله بقى معايا كده الفخده، هي زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. فخده ضاني جميله طازه كده. طبعا او لو عندك في الفريزر او حابه تجيبي وتعملي عزومه كبيره لرمضان، يلا بقى ان شاء الله هتعرفي في الفيديو ده كل التفاصيل. عندنا كده الفخده عشان نعملها لازم نتبلها تتبيله جميله. اول حاجه هوريكم بقى هنحط تتبيله ايه. الفخده دي ما شاء الله كانت كبيره، فانا هضيف لها معلقتين من الملح كده كبار. وتعالوا بقى نشوف التتبيله اللي احنا هنحطها عليها. احنا مش هنكتر توابل قوي، احنا عايزين طعم الفخده برضو وطعم اللحمه الجميل. هنا عندي فلفل اسود، يبقى ضفت ملح وضفت فلفل اسود وضفت بابريكا. تمام. يعني كده معلقه من بابريكا او معلقتين. وضفت ايه هنا؟ عندي حبهان بودره. تمام. هضيف كمان جوز الطيب. وهنا قرفة، قبل ما اضيف جوز الطيب ضفت قرفة. هنا ده جوز الطيب طبعا مثلا ايه، نص بلحة كده، وابتديت ايه كسرتها كده او دقيتها. وهقلب كل الكلام ده، مش مكترة توابل يا جماعة. هضيف بقى شوية زيت وهبتدي اقلب كل الايه الخليط من الملح والتوابل ده. طبعا الزيت هنا طلع قليل، هزود كمان شوية عشان يعملوا معجون كده من ايه التوابل. هبتدي بقى ايه هظبط بيه الفخدة بتاعتي وطعمها كده واديها طعم جميل. وكمان الملح والتوابل بتاعها مش هتكون كتير وطاغي عليها. احنا برضو عايزين الفخدة يبقى طعمها رائع جدا وطعمها جميل. بس هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نمسك سكينة كده ماشية معانا، ونبتدي نعمل فتحات كده وندخل السكينة كده ونعمل فتحات كتير. ده منه هنتبله، هنحط لها كمان حاجة دلوقتي، ومنه هنشرب الفخدة بتاعتنا ونتبلها بتتبيلة حلوة قوي. يلا بقى نبتدي سكينة كده ماشية معاكي، وابتدي بقى نغزيها كده، تنغزة كتير كده. ودخلي السكينة لتحت بحيث ان هي كمان السوا بتاعها يكون معايا لما نيجي نسويها ونديها تسوية جميلة جدا. شوف عملت ايه ما شاء الله، تحسي ان انا ايه مسكت السكينة وقعدت ادب فيها ادب فيها، ما سبتهاش ما عتقتهاش والله. ماشي. اللي انا بعمله دوت هنضيف بقى فيها توم. تمام. ممكن تمسكي التومه تقسميها كده نصين، او تسيبيها سليمه زي ما هي اللي انت حباه. تمام. كل الفتحات دي هبتدي بقى اضيف التوم اللي انا مفصصاه كده. ضيفي جواه حبه تخرطيه كده تخريطه تخينه، وكله هيدوب على فكره. لما تيجي تاكلي الفخده مش هيبان فصوص التوم سليمه، دي هتدوب خالص تماما، وهتدي تطعيمه حلوه قوي في الفخده بتاعتك من جوه. تمام. تقدري تعملي الكلام ده على ايه؟ على اي لحمه انت حباها. يعني انت اي مش عندك فخده، تمام، مش عندك لحمه معينه، كل اللحوم يمشي عليه. احنا بالمناسبه هنعمل الفخده دي كمان في كيس حراري. تمام. الاكياس اللي هي بتدخل فرن يعني، ولا حلل ولا مواعين كتير هن نتعب نفسنا بيها ابدا. جبت بقى الخليط اللي احنا كنا عملناه في الاول، وابتديت بقى بايدي كده، ابتديت اغلف كل الفخده معايا عشان التوابل تدخل في كل الفتحات اللي احنا فتحناها. وكمان نبتدي بقى نحرك كده بايدينا، زي ما نكون بنعمل لها مساج وتدليك. تمام. شفتوا بقى الجمال؟ وكمان التوم دخلناه لجوه خلاص، يعني هو كمان ما مش طالع. شايفين عملنا ايه؟ اديناها تدليك كده ومساج، ما شاء الله. والملح كده دخلناه لجوه. عندي بقى هنا ايه؟ خضار، عندي جزر وعندي فلفل احمر وفلفل اصفر وعندي بصل وعندي
بطاطس. تمام. الخضار دوت هيديها نكهة حلوة. لو انت حابة تضيفي كمان خضار وتاكليه معاها، انا كنت عاملة جنبيها رز بسمتي فما احتاجتش اكتر من كده. والبطاطس اخرطها تخين، لان هي ما شاء الله الفخدة بتاخد وقت كتير في الفرن. يعني انت مثلا بتعمليها وتسيبيها بتاع 4 ساعات 5 ساعات، على حسب وزنها، وكمان على حسب ان هي الريحة اللي انت حاجة اللي انت هتحطيها سنها صغير او سنها كبير، وعلى حسب كمان الفرن بتاعك نظامه ايه ونوعه ايه. تمام. كمان حاجة لما بتضيفيها في كيس حراري، مش محتاجة بقى ايه يعني، اقولك ما تحطيهاش على الصاجة مباشرة. لا، هتحطي الشبكة في النص او اعلى كمان شوية، وتسيبيها بقى وتولعي الفرن مثلا على درجة حرارة 200، وتسيبيها بقى براحتها في الفرن. سيبيها وقت كافي لحد ما تبقى زي الزبدة كده، زي ما شفتوها في الأول معايا في أول الفيديو. تمام. ابتديت بقى اخرط البصلايه كده، يعني ارباع، مش هكتر اكتر من كده. والفلفل برضو تخريطه، كل الحاجات بتبقى بنخرطها كبير، لان هي هتاخد وقت كمان عشان تستحمل. تمام. في الخضار ده ما بضيفش كوسه، لان الكوسه دي من الحاجات اللي بتتهري. يعني ضفنا في الخضار بتاعنا ايه، جزر وبطاطس وبصله انا حطيت 3 قرون من الفلفل الحار الاحمر. حابه تشيليه استغني عنه عادي خالص. حابة تضيفي حاجة مثلًا صنف واحد زي بطاطس أو حاجة، زي ما يعجبِك، كلّه راجع ليكِ في الأول وفي الآخر. تمام. أنا التتبيلة بتاعة الفخدة دي جميلة جدًا، وحاجة بسيطة خالص، يعني ما حبيناش بقى نحط لها بقى بصل ونسيبها كتير في البصل. لا، لا، لأ، إحنا عايزين ناكل فخدة وتكون في الآخر طعمها حلو أوي. أنا كده عندي من الأكياس اللي هي نوع أكياس اللي هو نوع حلواني، اللي هو بيدخل الفرن، وكمان إيه بقى ما شاء الله عليه، مش هيوسخ لي بقى أي مواعين ولا أي حلل ولا أي حاجة. هنضيفه في الكيس ويا دوبك هتضيفه في صينية قالب كده، وكمان الصينية القالب مش هتتوسخ ولا أي حاجة. يبقى كده عملنا حاجة جميلة جدًا، وحاجة تنفع الشياكة كده في مثلًا عزومات، إذا كان عزومات رمضان، حد كده ضيف غالي علينا وعايزين نكرمه كده ونعزمه بعزومة حلوة، أو أنتِ حابة مثلًا تعملي كده يوم جميل مميز من أيام الأسبوع بتاعتِك، أو أي يوم أنتِ حاباه، إذا كان في رمضان أو إذا كان في الأعياد أو في مناسبة عندِك، تقدري بقى تلمي ولادِك وجوزِك وعيلتِك وتعملي لهم أكلة حلوة كده. ما شاء الله هتبقى حلوة أوي ومميزة. باضيف كده الخضار معايا في قلب الكيس الحلواني. تقدري برضه تضيفي رشة ملح بسيطة وفلفل أسود على الخضار ده. وكمان ما شاء الله الفخدة هتنزّل كمان العصارة بقى بتاعتها، والخضار ده هيستوي ويبقى طعمه جميل. تقدري تاكليه بقى مع الرز البسمتي، أو رز عادي أو اللي أنتِ حاباه بقى بصراحة. بس أنا ما عملتش في اليوم دوّة غير الخضار دوّة مع الفخدة ورز بسمتي بصراحة، وجبنا معاهم مايونيز وكاتشب. بقينا بنضيف كده على الرز مايونيز وكاتشب مع اللحمة. بصراحة ولا أجمل من كده ولا أروع من كده. بسم الله ما شاء الله، الطعم كان مميز جدًا، والريحة كان جايبة آخر الدنيا. ويا سلام بقى في الآخر بعد ما تستوي، لو ولعتِ كده فحماية وغطيتِ بقى الفخدة دي، أو حطيتِ الفحماية جوه كمان الكيس الحراري وغطيتيها شوية بس كده، مجرد بس ما تشم كده ريحة الفحمة، ما شاء الله، الله أكبر، اللهم بارك، فعلًا بتكون مبخرة كده ومدخنة. ما شاء الله بتبقى طعمها حلو أوي ومميز. تمام. يعني تتبيلة بسيطة ومع شوية خضار وشوية رز بسمتي، بيبقى حاجة تحفة وجميلة جدًا. أنا ما عملتش معاكم النهارده رز بسمتي، بس هو بصراحة سهل جدًا وبسيط. والفيديو النهارده كان جميل ومميز جدًا. داخلين على رمضان بقى، يالّا بقى إيه يعني، اللي بيحب يعزم أهله، اللي بيحب يعمل حاجة كده حلوة في بداية اليوم، أو حابب بقى إيه، مش لازم فخدة يا جماعة، والله مش باقول لكم لازم تجيبوا فخدة. لأ، يعني حتّة لحمة حلوة كده على العيد، تقدري تعملي نفس الوصفة دي بأي لحمة موجودة عندكم أو أي حاجة، والله العظيم بتطلع ممتازة. اللي باقفل الكيس على كده، خلاص أنا ضِفت الخضار وضِفت الفخدة بتاعتي ومتبّلة الفخدة ومضبّطاه، والخضار بيكون كبير عشان هياخد سِوَى كتير وهيقعد وقت في الفرن كتير. أهم حاجة ما تضيفوش
الصينية، الصينية دي على الصاجة نفسها من تحت، لأ ارفعوا الشبكة لفوق وسيبوها بقى تستوي وقت ما تستوي وتضبطوا بقى معاكم كده الدنيا، وما شاء الله الله أكبر هيبقى الطعم مميز بصراحة يعني هتاكلوا صوابعكم وراه. جبت بقى دبوس وابتديت بقى أخرّم الكيس الحراري ليه، من كتر السخونة هينفخ الكيس الحراري ده، لازم البخار يبتدي يطلع من فتحات بسيطة كده إحنا بنعملها. خلاص كده الفخدة كانت طلعت معايا، شايفين الجمال والحلاوة، والله العظيم خدت لون ممتاز جدًا، واللحمة كانت دايبة، عايزة أقول لكم شايفين الفخدة نفسها، الدبوس بتاع الفخدة ما شاء الله كان خلاص يعني فصل منه اللحم، واللحم وقع من كتر السوى ومن كتر إنها دايبة وطعمها ممتاز. عايزة أقول لكم كانت سخنة جدًا، جدًا، شايفين البخار طالع إزاي، والطعم مميز جدًا، وعملت رز بسمتي جنبيها، ما شاء الله كان آخر جمال وروعة. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، يا رب ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وفعلوا تنبيهات الجرس، واكتبوا لي بقى تعليق باللي انتم حبيتوه تشوفوه في الفيديو بتاع النهارده. بألف هنا يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة يا امارات.